سلاحف النينجا الكرتون اللي بيحبه الكبير قبل الصغير، لأنه بصراحة أحداثه تشد الانتباه، غير إن شخصيات أبطالها مختلفة عن بعض. رونالدينهو قائد المجموعة اللي بيتميز بهدوءه وعقلانيته وقدراته الغريبة في تحمل المسؤولية، وهو جد للغاية. لونه المفضل الأزرق وسلاحه السيف الياباني. أما رافائيل فهو سريع الغضب قوي البنية، لونه المفضل الأحمر، سلاحه خنجر ساي. دوناتيلو عبقري اللي بيخترع الغواصات والدراجات النارية، ولونه المفضل البنفسجي وسلاحه عصا يابانية. أما مايكل أنجلو هو خفيف الظل، من النادر إنك تلاقيه متضايق، حتى التمارين بتاعه بيستخدمه كلعبة. سلاحه هو النينشاكو. أما مدربهم ومعلمهم سبلنتر وأصدقائهم هم كيسي وأيبرل. سلاحف النينجا فريق متكامل بيمتلكوا مهارات فائقة في الفنون القتالية. بصراحة انت تفتكرهم انهم بيقضوا جميع وقتهم في الهزار، لكن الحقيقة انهم جد جدا وبيعملوا جميع المهام اللي بتطلب منهم بسرعة وبدقة عالية. بيواجه سلاحف كتير من المواقف مع معلمهم سبلنتر، وتدور احداث ومغامرات كتير، لكن بيقدروا يتخطوها. بصراحة الكرتون ده حلو للدرجة انك بتفوتش حلقة من حلقاته. في الحلقة الأولى بنشوف السلاحف بيعصوا أوامر معلمهم وبيطلعوا للسطح عشان تكون مستنياهم عصابة تسمى التنين الأرجواني، وبتدور بينهم مواجهة، لكن السلاحف بيقدروا يتغلبوا عليهم. في الوقت اللي بيكون معلمهم سبلنتر بيواجه حاجة زي قطط من المعدن، وبتكون خطيرة جدا. أما على السطح فبتكون السلاحف في مواجهة مع عصابة النينجا، لكن بتقرر السلاحف إنها تهرب من المكان بعد زيادة عدد النينجا، وبيقدروا يهربوا وبيوصلوا إلى مكان معلمهم سبلنتر عشان يلاقوا معلمهم في انتظارهم، وبيدلهم على المخبأ الجديد بعد ما اتدمر مخبأهم الأول. وبيوصلوا للمخبأ عشان تنتهي الحلقة الأولى. لحد هنا قولولي لو عجبكم الفيديو، ادعموني بلايك واشتراك عشان انزل لكم تلخيص الحلقة التانية. سلام.